السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة اليوم اسمها ودعة وخاوتها سبعة. كاين امرأة ناصبة خيمتها والكرش اللي ترفد تجيبها ذكر، حتى جابت 3 ولحقتهم ب4، وخرجت المعروف وطلبت ربي في كل دعوة يعطيها طفيلة تونس خاوتها السبعة، تكون لها منها بنية ومنها خية. واللي ما جابت طفلة حياتها ورقة دفلة. ودارت الأيام وجملوا على ميمتهم وقالوا لها احنا ملينا وشاتين طفلة تخاوينا، الخاوتها نافعة وللشر دافعة وبينا راقعة. احنا نطلعوا للجبل وانتي كي تسلكي في العافية، اذا جبتي طفلة شورينا بالخمار نولوا للدار، واذا جبتي طفل شورينا بالمنجل منها نسعاو في ارض الله الواسعة. لذا النهار جاها سطر وجابت بنت فلقة القمر سماتها ودعة، وناضت خديمتها تشور لخاوتها وبيها تتعب شورت بالمنجل، ومنها ناضوا هما حملوا خيامهم وشدوا الطريق لبلاد بعيدة. والزمان راه يمشي والطفلة عام على عام تكبر وتزيان، وعادوا صحاباتها يعايروها ودعة فراقة خاوتها السبعة، وهي تديرها على البكاء وما هيش فاهمة قاع واش كاين. وامها جهدت عليها الحكاية، سقسات وعاودت والو، وراكم تعرفوا العرق العربي صمتت على أمها حتى قالت لها الحكاية. ملا دارت لقلبها وقالت كيما فرقتهم أنا نجملهم، هاتي لي خبزتين كسرة ودلنلج البلاد ونسوي العباد ونعرف طريق خاوتي. وراحت ودعة ودات معاها خديمتها معاها تونسها في الطريق، وخلات أمها دمعة على الشفر وبلاد تهزهم وخرة تحط. وكي قربوا لنزلة خاوتها والناس قالوا لهم راهم ولاو أهل رزق ومال، غارت منها الخدامة ودارت عليها الحيلة وقالت نبدل لها الطريق. هما 2 طرق، طريق واحد الحرات وطريق واحد العبيد. اداتها من طريق واد الحرات وطريق واد العبيد. اداتها من طريق واد الحرات وهو واد من حليب اللي تدخله في بياض وتزين، وواد العبيد من قطران اللي تدخله وجهها يولي وصيفة كحلة. وكذبت عليها وخدعتها وقالت لها روحي تجيبي القطران تنحي العياء على التعبان، وهي راحت الحمام الحليب وتقلبت ولات ودعة شبه العبيد. أما أنا ركبت الخدامة على الجمل وودعة جات على الطريق على شرعيها وحلفت فيها تنقي موتك على يدي انتي وخاوتك. ووصلوا لخاوتها وفرحوا بالخدامة اللي حسبوها قصهم، وعاشت المذبوحات والبندير يضرب والرقص والدهو والمحمر والمزمر، وعطاه ودعة الإنجاز تفرحهم وتفز مع الفجر كل يوم للزريبة وتسوق الغنم وتطلع للجبل وتغني وتقول ياي والقلب على العبدة ولات حرة والحرة عبدة. وانا ودعة فراقة خاوتها السبعة وتعاود فيها مع كل خطوة، والنعاج لا هي جايب أخبرهم تلاو ولا رعاو. ووقت يقرب المغرب ترجع للنزلة وتسوق الزوايل للزريبة، وهما ماكلة ونعمة. أخوها الصغير حاط العين عليهم نهار 2 أسبوع فاق بيها، قال لها وراكي تدي فيهم بدلي الفلاسة. وذي مرة تبعها وسمعها تغني ما لا شك في الحكاية وراح حكاها ما لا شك في الحكاية وراح حكاها الشيخ الحكيم. قالوا جيب القمح والمراية، العبدة عرقها جواعة وخواية، والحرة عرقها أصلي تحب تكون ضواية. وعملها وقال لهم خيروا انتي وخدامتك وش تدوا. قالت الخدامة أعطيني القمح نشتيه، وودعة خيرت المراية. وزاد رجع للشيخ قال له كيفاه نكشفهم، قال له عريلها راسها. الخدامة من وقت تزيد يشلطوا لها علامة في راسها. مالا راح لخديمة وقال لها شاتي نحي لك خيتي، وهي تحلف الإيمان لا هو يلح أكثر، وهو ينحي الخمار عليها والعلامة وسط محروق عرفها عبدة. ونحى الودعة خمارها ويطيح شعرها على الكتاف حرير وطويل، وقال لك درك تفهموني. وحكات له أخته واستعان بالشيخ، ورجعت ودعة كما كانت، والخدامة دات حقها، ورجعت الأفراح والشطيح والرديح يملح أيامكم بالأفراح ويمسسها من الأحزان.
زين ودعة خلى نساوين خاوتها يغيروا منها وعزموا لها الكيد واتفقوا على قلب فريد. ذي النهار جملوا نساوين خاوتها وقالوا لها ودعة سيرتنا نديروا لك رفسة تاكليها على 7 لقمات وكوليها فاهجات وكل طعمة تسرطيها بلا مضيق ولا يصيب خاوتك الضيق. والمنوية قبلت ودارت النية ومول النية يربح ويفرج مهما طال الوقت. وداروا بيها كما داروا إخوة يوسف بيه وعادوا كل وحدة تلوحلها في فمها طرف رفيس وودعة تسرط وهاهم في وسط كل رفسة حطوا لها بيض لفعة من غير مرت خوها صغير اللي ما عملت لها وحذرتها ما تاكل وخافت ربي فيها وخرجت بنت أصل. المهم ودعة تاكل وفارحة وغدوة من ذاك صبحت كرشها منفوخة وفزت مرسي الكبير الراجلها قالت له اختك ما جات محبة فيكم جات نيتها رخصكم وش كاين؟ قالت جاتكم بخصتها وناضي يجري ليها ومنين ما شافها ويلمح كبر كرشها قال لها الليلة ما يطلع عليك نهار وبعد خوه وقال له سوقها للبر بعيد وقتلها وهات لي صبع من يدها نوثق اللي الأمر تم. قال له حاضر ودها أخوها وهي تبكي وتحلف يا أخويا مظلومة ووصلوا البر بعيد والقلب يحن نهار سن الخذمي ما طاوعوه يديه. قال لها روحي لحالك بصح لي نطلبوا طرف صبعك نديه الخويا علامة ورجع لخاوته وراحت كملت طريقها خطوة تجيب أختها ودمعتها على خدها وتقول جيت نسعى ودرت 9 حتى تلاقات بتاجر كبير وحالها ما يسر حبيب ولا يفرح قريب وحكات له اللي صار معاها واداها الشيخ الحكيم. المهم شاف فيها وعرف دواها وخرج الحنوشة منها وتزوج بها التاجر وجابت له سهم الأنثى والذكر وعلى خصالها يحدث ويشكر. وفي يوم من الأيام دهما ونزلتهم ركبان وضيوفهم ودخلهم راجلها للبيت وهي شافتهم من وراء الخالفة عرفت أخوها الصغير ما نشدت بينها وبدات تقرص فيه باه يبكي وتسكتوا وتقول وليدي خواله 7 ونساهم 7 وخيولهم 7 جيت عليهم نسعى ونساهم دارولي خدعة ويسكت الطفل وتعاود تقرص وتغني. المهم سمعها أخوها سقسى راجلها قالوا وش حكاية غناية ذي أنا ثاني راني بخاوتي 6 وخيولها 7 وجمالنا 7. حكاله التاجر وفرح قال له ذي أختي ودعة وفرحت بيه ونحو وحشة من بعض وقال لها نفرح خاوتي بيك. قالت له قبل ما تروح هاك هدية مني لنسى خاوتي وهزهم وراح منين ما يلحق ليهم يحكي ليهم ويعطي لكل واحدة صندوق اللي تحلوا تلقاها معمر عقارب والقرصة الأولى في جنابها ما غير مرت الصغير لقاته معمر كتان وحرير وجوهر وكل واحدة لقات وشنوات وراحوا خاوتها الودعة ومنها هزوا نزلتهم شورمهم وجملوا جملة خير كما جملتنا ذي. إن شاء الله نكون استفدنا من القصة ونراكم في قصة أخرى.